أنا عندي تجربة خاصة في مسألة النوم. أنا بشكل عام إنسان باحب أنام كتير أوي، أنا بانام فوق الطبيعي يعني. يعني أنا ممكن أوصل ساعات أنام 10 ساعات، 11 ساعة يوميًا، نوم كتير، بحكم الإجهاد الذهني اللي باتعرض له في وقت صحياني، إما بكثرة القراية أو بكثرة أو نزول الشغل مثلًا وهكذا. النوم بالنسبة لي باستغرق في النوم ساعات طويلة، وده نقطة ضعف فيا. أنا باحس إن دي نقطة ضعف فيا خطيرة جدًا، إن وقتي مُهدر جدًا، في حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات مُهدرين في النوم زيادة عن اللزوم، دي نقطة خطيرة جدًا. ولكن بييجي لي أفكار ساعات إن أنا أحاول أقصّر من مدة ساعات نومي، أخلّي ساعات نومي أقل. التجربة دي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، محتاجة واحد يجرّب و و و وي 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 ويرصد تجربته دي. هل تجربته دي ناجحة والّا فاشلة؟ هل تجربته دي هتنفع جسمانيًا معاك والّا لأ؟ أكيد فيها بعض الألم، بحكم إن إحنا كائنات بنقضّي 25 سنة من عمرنا نايمين، تِلت عمرنا نايمين. وبالتالي آمم النوم قد يكون قوة حقيقية في حياتك، وقد يكون نقطة ضعف رهيبة جدًا لو هي زادت عن الحد. ولكن تبقى عملية النوم هي بتزود من نسبة الإبداع، بترسخ المعلومات في دماغك، بتنظف الذاكرة من الأحداث الغير السلبية أو الأحداث بشكل عام التي تتسم بعدم الأهمية، بتنظف جسمك من السموم، بتنظف روحك، بتقوي من مناعتك النفسية، بتخلي إحساسك أو نفسيتك أفضل وأحسن، بتخليك أكثر قوة نفسية وهكذا. أنا من هواة الكافيين. شوف، مش ملاحظ إن أنا في الفيديو بتاعي وأنا باتكلم عمال أحتسي كوب النسكافيه اللي هو مليان كافيين ده. أنا عندي حتى النسكافيه بتاعي لونه غامق، مش فاتح، يعني مش لبن، مش كله لبن أو أغلبيته لبن ونسبة قليلة منه كافيين أو بن. لأ، ده أنا عندي البن نسكافيه نفسه غامق، يعني كوباية النسكافيه نفسها باللبن غامقة. فأنا بقى من عشاق الكافيين. يعني الكلام ده طالع من شخص بيكره النوم ورغم ذلك بينام كتير، رغم ذلك بيقدس الكافيين. فده طالع من شخص أي نعم مش قدوة، ولكن خد الكلام ما تاخدش الشخص. دي وجهة نظري. يعني مش شرط تكون الشخص قدوة عشان تاخد كلامه. دي وجهة نظري. أنا من عشاق الكافيين. ولكن تبقى مسألة النوم مسألة ضرورية في حياة الإنسان عشان يبدع وعشان يستقبل الحياة بشكل أفضل. انت جرب تجربة كده خاصة ان انت تنام بشكل عميق. العبرة مش بانك انت تنام عدد ساعات معين، وجهة نظر يعني. العبرة انك انت تنام بشكل عميق، تنام تخش في النوم بسرعة وتنام بشكل يريح الدماغ وشكل عميق، بحيث تطلع من ساعات النوم دي مستفيد منها جسمانيا ونفسيا وروحيا وهكذا.